إلى قانون الغد، قانون عزل سياسي، وبالتوجه إلى قانون عزل إعلامي، هي كلها خطوات يجب أن تتخذ متسارعة لاستعادة رصيد الثقة. ومن جانب آخر على كل الأطراف التي تصورت أن غرور الجسد يمكن أن يعفيها من سلامة الضمير وسلامة الموقف، هذه الأطراف لابد أن تعي الآن أن هذا العدد القليل أو الأقل من الأفراد الذين اعتصموا في ميدان التحرير هم الذين صنعوا السابقة العظمى في التاريخ المصري والعربي الآن بالمحاكمة الوطنية الذاتية لأول دكتاتور. أشكرك عبد الحليم غنتين، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، متحدثا إلينا من القاهرة. الآن أيضا معنا من القاهرة مراسلنا ناصر الحسيني. ناصر، استمعنا ونقلنا يعني حتى اللحظة وقائع هذه الجلسة، جلسة محاكمة النظام المصري السابق على رأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي كان موجودا شاهدناه في قفص الاتهام مع نجلي وحبيب العدلي وعدد من المتهمين الآخرين. البعض يطالب كما سمعنا بفحص الDNA، بعضهم طالب برفع البصمة عن الرئيس مبارك، وكأن هناك من يشكك بوجود مبارك في قاعة المحكمة من عدمه. ما ردود الشارع المصري حيال وقائع هذه الجلسة حتى هذه اللحظة؟ نعم جمال، حتى تلك اللحظات التي كان فيها الشعب المصري بكافة اعترافه، حتى تلك اللحظة التي شوهد فيها وعلى سريره، كان معظم المصريين حقيقة يشككون في إمكانية وصول الرجل وتقديمه للمحاكمة بالشكل الذي رأيناه. هو هناك جانب نفسي في الرأي العام المصري يجب تفهمه، وهو لا أحد من المصريين حتى من ألد أعداء هذا الرئيس لم يكونوا يتوقعوا أن يروه ذلك اليوم. والشارع المصري يقول في عبارة واحدة حقيقة إنه حكم الله. ومعي ربما بسرعة رأيان سريعان من الشارع المصري. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رأيك فيما شاهدت اليوم في الرئيس المصري وهو على السرير بعدما كانت كل نظريات المؤامرة حول الموضوع ما حيجيبوش وما حيتحكمش، مش ممكن لا وقدم للمحاكمة؟ نعم الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا اليوم اللي بيتحاكم فيه الرئيس طاغية على حاجات عملها في حق شعبه. والفكرة ان هذه البلد تستحق الامن والاستقرار المزعوم لازم يحصل عن طريق ترسيخ القصاص وتحقيق العدالة، ولا مجال لبناء البلد ديت من بعد كده الا بتحقيق عدالة حقيقية. أنا سمعت كثير مصريين يقولون يا سيدي الماضي اختفى فالمسامح. فكرة العدالة هامة جدا للبلد، وهو الطريق الوحيد للبناء، والاحساس ان كبرنا وصغرنا مثل اسنان المشط بس امام القانون. ورسالة مهمة جدا للمنطقة العربية كلها ان الغضب تحت ارجلكم طغاة العرب، وان ده ممكن يحصل في اي لحظة. طيب بس انت بتقول بان يعني انت مع المحاكمة ولا مش مع المحاكمة طبعا. لك شروط على الموضوع؟ والله الشروط ان هو يعني راجل لو يتحاكم، هو اصلا كده يعني راجل كبير في السن، ولو عاش هيعيش قد عمره. يعني لو القضاء طلع بقرار براءة هل تقبلون مثلا بالقرار؟ والله على حسب القاضي اللي هيقوله، يعني بعد ربنا على طول هو اللي بيحكم. وسيدي شو رايك انت بالضبط على موضوع المحاكمه؟ والله احنا قلقانين برضه من المحاكمه. نعم. يعني مع المحاكمه مع القصاص، واحنا قلقانين برضه من المحاكمه. يعني دي كلها ردات فعل القاع والسرير والورائد وبتاع، برضه ما حاجه تضمن برضه. يعني لا مش كفايه والله. لا مش كفايه والله. بيشك في لا بيشك جامد، هو كله كلام وارضاد. والنهارده المحامين بتاعه بيبطئوا في الكلام بتاع بيقول لك مش عارف هنشوف الفنادق وهنشوف الفنادق. عايزين رئيس محمد مش طالبين 160 شاهد. يعني كما ترى يعني هناك جو من التشكيك رغم كل الصور وكل تلك الصور التي كانت واضحه للجمهور. يبقى هناك عنصر التشكيك في سير هذه المحاكمه، لكن كثير من الخبراء ايضا جمال يعتبرون بان هذه المحاكمه يعني بدات الان، وهناك
هناك سير للعملية القضائية، ولكل رأيه حقيقة اليوم. لكن في نهاية المطاف هناك متابعة لكل تفاصيل هذه المحاكمة من هذه المنطقة في وسط العاصمة، متابعة حثيثة، ويفهم لماذا يشكك المواطن المصري نظرا لسنين عديدة من كثير من الممارسات غير صحيحة. بالتالي النتيجة هي التشكيك، والتشكيك إلى أن تتم هذه الجلسات، ولا أن يسمعوا ويروا مرة أخرى بأعينهم أن القضاء المصري بالفعل وصل إلى نهاية هذه القضية. أشكرك ناصر الحسيني من الميادين داخل القاهرة. شكرا جزيلا لك. الآن مرة أخرى نعود إلى عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة